السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايين بقى بروتين قوي ومشجع. قبل ما نبدأ نصلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول الدعاء بتاعنا: اللهم أخرجني من حولي وقوتي وأدخلني في حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. دايما كده اما تبقي مقبلة على حاجة كده من الآخر، يومك مزدحم بحاجات كتيرة، نقول الدعاء دوت وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعيننا ويقوينا إن شاء الله بإذن الله. أول حاجة مبدئيا زي ما انتوا شايفين عندي البلكونة فيها شوية تراب، يعني من الآخر. طب ايه اللي وصل الحالة دي؟ والهدوم برضو الكتيرة خالص دي اللي وصلني الحالة دي ان انا كنت غايبة عن البيت بقالي اسبوع. بعد ما رجعت طبعا مش هلاقي الحال زي ما سبته، هلاقي يعني حاجات زادت على الموجود، مع ان يعني قبل ما امشي كنت مخلية الدنيا زي الفل. اي واحدة اي ست بيت لما بكون رايحة مكان وسايبة البيت كام يوم بتحاول ان هي بقدر الامكان تخلي كل حاجة مظبوطة وزي الفل، علشان على امل ان هي ترجع تلاقي البيت مظبط زي ما سابته. بس للاسف بنرجع نلاقي حاجة تانية خالص. يعني التراب بيبقى ضرتنا التانية. التراب يعني نسيبه من هنا، لازم هو بقى يشتغل بقى على الفرش وعلى الاساس وعلى كل حاجة. يلا الحمد لله رب العالمين، ربنا يعيننا ان شاء الله باذن الله، وننضف كل حاجه ونخلي كل حاجه زي الفل. حطيت الهدوم بعد ما عملت الهدوم فرستها، اللي هو يعني او يعني خليت الابيض على الابيض والالوان على الالوان. وايه خدت بقى حطيت طلعت هدوم من الغساله وحطيت هدوم تانية كده. بصوا هنا بقى ايه اللي انت بتعمليه دوت. انا هنا بسقي الفواصل بتاعه السيراميك. يعني كل فترة بعمل الحكاية دي، وخصوصا يعني الفواصل السيراميك بتاعة الحمام أعزكم الله، ان في مية باستمرار، فبتبص تلاقي الفواصل فرغت بسرعة. فأنا دايما بعمل الفواصل دي أول بأول يعني. وبصراحة بترجع لي يعني بتخلي شكل السيراميك جديد. بصوا يعني فرق ما بين قبل ما اعمل وفرق دلوقتي. بصوا تحسي السيراميك نور، تحسي الحاجة رجعت جديدة. طيب انت سقيتي السيراميك بالاسمنت الابيض. تمام. لما بيعملوا سيراميك بيسقوا باسمنت ابيض وبودرة بلاط، لكن انا عملته باسمنت بس. بجيب ب10 جنيه اسمنت وبركنها زي ما انتوا شايفين اهي بالكيس بتاعها زي ما هي. وكل ما الاقي عندي السيراميك الفواصل اتفرغت وكده برجع اجيب شوية اسمنت واعملهم بالمية واعجنهم بالمية واسقي الفواصل بتاعة السيراميك. حفاظا على السيراميك بتاعي، لان لو في نمل او حاجة دخل في السيراميك هي خلاص السيراميك هيتخلع وخلاص على كده. برضو لو في الأرضية هتبص تلاقي المية بدأت ترشح في السقف والكلام ده كله، ولو عندك جيران هتشتكي وهنتعرض لمشاكل. فأحسن حاجة ان احنا نبقى مفتحين وشاطرين، وأول بأول كده تسقي السيراميك بتاعك لو فيه الفواصل دي. بصوا في المطبخ انا بعمل الشقة كلها اي فواصل في المطبخ او في الحمام اعزكم الله زي ما شفتوا. انا بس عملت اللي هو انا صورت لكم روتين اليوم، يعني يعني روتين اليوم انا عملت الحمام سقيت فواصل الحمام. وفي الحيطان برضو لو في فراغات ولا كده برضو النمل يعني في الشتاء بيبقى مختفي، لكن بيجي في الصيف ما تعرفيش بيطلع منين. فاحنا نستغنى عن ده كله ونروح نسقي السيراميك علشان خاطر ما نسيبش للنمل مكان ان هو يدخل فيه والكلام ده كله. خلاص على كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما خلصت بقى مش هغسله دلوقتي، هسيبه اليوم كله، لان زي ما انتوا عارفين الجو شتاء والحاجة بتبقى بتاخد وقت لولا تنشف. هسيبه اليوم كله لولا ان انا هنضف بقى السيراميك، وهعمل معاكم روتين ان شاء الله وانا بنضفه. بس انا ما غسلتوش في نفس اليوم، سبته اليوم كله علشان خاطر ينشف كويس جدا. وقلت بعد كده خلاص انا خلصته وحطيت الهدوم ونشرت هدوم. قلت اغسل بعد كده اغسل قلت اعمل الغدا جنب الغسيل بقى والكلام ده كله. والبلكونه مرضتش انضفها غير لما اخلص الهدوم اللي فيها، لان دي كانت هدوم كتيره خالص
وايه ومش يعني ومضيقه والبلكونه ضيقه لوحدها، فايه مفيش مساحه بقى اللي هو تنضفي بقى وتمسحي والكلام ده كله. فانا قلت اخلص الهدوم وبعد كده اهو ابدا بقى ان انا انضف البلكونه بقى واهلسها واظبطها كويس ان شاء الله باذن الله. هي متقفله وانا بستغلها في حاجات زي كده، مثلا هدوم متكومه زي ما انتوا شفتوا. مثلا لو اي حاجه بستغلها فيها، حاجات بلاستيكات، مكانس، الكلام ده كله حاجات بكون مش عايزاها بحطها فيها والكلام ده. يعني بحاول ان انا ايه استغل مكان متقفل كويس وايه وبستغله في الحاجات اللي انا بقول لكم عليها دي. دخلنا نعمل الغدا بقى. هنعمل مكرونة نجرسكو، وعندي كده طبقين ملوخية حلوين، وهنمشي يومنا بالموجود. مش لازم يعني اللي هو ايه تتعبي نفسك ولازم تعملي يعني مثلا تسندي ده لو حاجة في التلاجة تعملي جنبها حاجة، كله يسند بعضه. عملت زي ما عملتها معاكم كتير جدا المكرونة النجرسكو اللي هو ايه، بصلتين كده 3 حلوين. بصل بيخلي الحاجة مسكرة يعني ما تخافيش منه. وحطيت الفراخ زي ما انتوا شفتوا، برضو كان عندي صدر فرخة، او مش صدر كامل يعني ربع الصدر عملته زي ما انتوا شفتوا، قطعته يعني زي الشاورما وايه، وسبتهم بقى يعني يتعصجوا وياخدوا ويدوا مع بعضهم. ونزلت بالبهارات وورق اللورو، ولما خلاص يعني خدوا بدأوا ان هم يعني تعتبر الفراخ استوت، حطيت كام قرن فلفل وطماطمايه. نرجع لحكاية اللي هو ايه ان احنا نسقي السيراميك. تجيبي شوية الاسمنت زي ما قلت لك ب10 جنيه، يقعدوا معاكي كتير خالص لو انت يعني ايه ما عندكيش كمية سيراميك متفرغة جامد. اهم حاجة ان انت ما تكسليش. هتحافظي على السيراميك بتاعك هيرجع شكله جديد. يعني عايزة اقول لكم انتوا شفتوا معايا اهو الحمام من اول ما صورته وبعد ما عملته، قبل وبعد، يعني بعد ما عملته نور وتحس ان الحاجة رجعت جديدة. هتحافظي عليه من الرشحان برضو، خصوصا في الشتاء. في الشتاء زي ما انتوا شايفين الرطوبة بتبقى ماسكة في الحيطان وفي في كل حاجة. فايه يمكن في الصيف تحس ان هو ايه لا الحاجة بتنشف بسرعة، لكن في الشتاء بصعوبة الحاجة لولا بتنشف. بصوا هنا اللبن اتكب، معلش هنصلحه بإذن الله. عملت شوية بشاميل روعة روعة زي الكريمة ما شاء الله. للناس اللي بيقولوا ان احنا البشاميل يعني بيكلكع معانا وكده، بصي هقول لك انا على حاجة. انا بحط مع السكر احط الدقيق قد السمنة، سمنة وزيت مع بعض، وبقلب تقلبتين 3 لحد ما ياخدوا تحميصة حلوة، وبعد كده بهدي النار. ولو ملاحظين انا عاملة على اصغر عين في البوتاجاز، بهدي النار خالص بحيث ان ايه السخونة بتاعت البشاميل اللي تهدى. وعندي اللبن يا دوبك بيكون دافي، او يعني عادي مش لازم تدفيه جامد، يا دوبك دافي زي ما انتوا شايفين. بسيبه يفك بيبقى متلج عندي، وانا بحط لبن وشوربة مع بعض. بحب البشاميل اللي بيحس طعمه بيبقى حلو ومختلف لما بيكون ايه لبن وشوربة مع بعض. ما عندكيش غير لبن حلو زي الفل، بس حطي لك مكعب مرقة كده بيديها مزازة وطعم حلو جدا. تمام. بقولك بقى تهدي النار وتنزلي بعد كده باللبن يكون متدفي على جنبك على طول، وتنزلي وتكون ايدك على طول شغالة بالمضرب او بالسباتشولا باللي عندك. بس اهم حاجة ان انت تهدي النار بعد ما تحمصيها، تخليها تهدى عليه علشان ايه يهدى والسخونة بتاعته تهدى، ما ينزلش ده على ده سخن تبص تلاقيه كلكع منك وما تلحقيش ان انت ايه تضربيه كويس. وخلاص على كده ما شاء الله شوية بشاميل زي الكريمة اهو، لا مكلكعين ولا اي حاجة. واللي عندي الفراخ خلاص اهي تمام زي الفل. وهبدأ ان انا ايه اعمل صينية المكرونة بتاعتي. عندي المكرونة برضو اتسلقت وزي الفل وحطيتها في المصفى الصفا. زمان كنا بنشيل هم ايه لا ما عايزة اعمل اسلق المكرونة وايه يعني تبقى سخنة علشان خاطر مغسلهاش وينزل النشا. وفي اوقات لما تستوي تقولي خلاص انا هغسلها امري لله هعمل ايه علشان خاطر ما تلزقش في بعضها النشا. زي ما انتوا عارفين تبقى قطعة واحدة، فكنا ايه بنغسلها. دلوقتي حطي شوية زيت، يعني لو عندك عزومة وعايزة تسلقي المكرونة وتستريحي منها تمام اسلقيها من الليل عادي، بس ايه هاتي شوية زيت كده وتهيني المكرونة كلها، مش هتلزق معاكي ولا اي حاجة وهتبقى زي الفل. هنا بص انا دهنتها يعني اول مرة اعملها بصراحة، دهنتها شوية شوية زيت ما شاء الله ما لزقتش معايا خالص. هنا النور بيفصل وبيرجع تاني.
وخلاص على كده حطيت المكرونه وكترت البشاميل. المكرونه النجريسكو بتحب البشاميل كتير، او انا عن نفسي يعني بحب المكرونه سواء نجريسكو او مكرونه بشاميل، بحبها ان هي تكون ايه يعني كده البشاميل اللي بيلظ ويبظ منها. بحب البشاميل يبقى كتير فيها، وبحب يكون سخن، يعني بحبها تكون سخنه. لما بتبرد واللي هي بتبقى تطلع على قطع، لا بحس ان هي لا مش بنفس الطعم الحلو اللي وهي سخنه ومتفرفرة كده من بعضها ومش ثابتة على بعضها، ما بتبقاش قطع على بعضها. خلاص على كده عملت الصينية، ركبت كله بقى على بعضه، المكرونة وحطيت الفراخ وحطيت المكرونة كمان وايه والبشاميل. وهنا دي عندي شوية جبنة موزاريلا. ما عنديش جبنة موزاريلا، البيضة زي الفل مش هتقول لأ، بتضربيها وبتحطي لها شوية فلفل اسود وايه ورشة ملح علشان ايه الحاجة تبقى ملحها متظبط وكده. وعندي الفرن اهي سخنة تمام زي الفل. حطيتها ما خدتش حاجة خالص عليها، يا دوبك كده يعني حوالي دقيقتين، ولو لو حابة تهدي النار عليها وتسيبيها مع بعضها مع نفسها تمام. وما شاء الله اللهم بارك كده عندي صينية مكرونة يعني زي العسل. وعندي طبقين ملوخية في التلاجة، كله سند بعضه، الجديد سند القديم. وعملنا غدا زي الفل. اتفضلوا معايا، وربنا يا رب دايما نقول يا رب ديمها نعمة واحفظها من الزوال. لو وصلتي معايا لحد طبق المكرونة الحلو اللي زي العسل ده حطيلي لايك، ولو مش مشتركة في القناة اشتركي فيها فضلا وليس امرا. نفسي كده يبقى لي اخوات من كل انحاء العالم، وان شاء الله باذن الله املي في الله كبير ان عيلتنا تكبر وتكون اكبر عيلة باذن الله. شوية مكرونة زي العسل ويعني يستاهلوا بقكم. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. وده كان الفيديو بتاعي والروتين اليوم بتاعي، الحمد لله رب العالمين. يا رب أتمنى من الله أن يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.